لو عايزة تعملي كيك سهل وحلو لأولادك بالشوكليت، تابعي الفيديو. السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وألف خير جميعا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل الماربل كيك. هنقول بقى مقاديرها ايه. أول حاجة أنا فاتحة الفرن يا حبايبي يبقى ولع واحنا محضرين المكونات قدامنا كده. فمعايا بسم الله، معايا 2.5، هقول بالجرام وبالكوباية، معايا 2.5 كوب من الكوباية اللي هي 200 جرام دي دقيق ونخلاه. يبقى معايا كوبايتين ونص دقيق اللي هما 450 جرام، ماشي يا حبايبي. ومعايا 200 جرام حليب خارج التلاجة، و200 جرام سكر، ومعايا 150 جرام زيت، وربع و50 جرام زبدة. 150 جرام يعني ايه؟ يعني كوباية الا ربع. 50 جرام يعني ربع كوباية. ما عندكيش زبدة هتحطي 200 جرام زيت. ومعايا 4 بيض خارج التلاجة، والكوباية اللي هي 50 جرام زبادي، ومعايا معلقتين كبار كاكاو اسباني بودر، ومعايا 3 4 معالق ميه، ومعايا باكو بيكنج باودر وكمان فانيليا، ومعايا معلقتين صغيرين نشا. النشا دي بتفتح مسام الكيك، ومعايا رشه ملح. وهنبتدي يا حبايبي هنقول ايه. لازم تبقى البيض طبعا خارج التلاجة. وهنزل بالاربعه بيض يا حبايبي في البوله، والبيض طبعا خارج التلاجة، وعليهم الفانيليا. معايا 2 ظرف فانيليا. هنضرب البيض شويه دقيقتين 3. ضربنا البيض دقيقتين كده مع الفانيليا، وهنزل بال 200 جرام سكر اللي هي كوبايه. 200 جرام سكر كوبايه، وهنضرب لغايه ما تعمل معانا فوليوم. ضربت السكر يا حبايبي مع البيض والفانيليا لغايه ما عمل فوم معانا. وهننزل بالزيت سنه سنه، وهنزل بالزبده اللي هي 50 جرام. هننزل بالحليب والزبادي. الزبادي ليه يا بنات؟ عشان الزبادي بيطري معاكي الكيك. لازمة الزبادي بيطري معانا الكيك، ميبقاش ناشف يا حبايبي. ضربنا المكونات السائله مع بعض. هننزل يا حبايبي بالنشا معلقتين صغيرين، وذره الملح. ليه النشا بتساعد على فتح المسام. الكيكه بتبقى ايه؟ مش مكتومه. وكيس بيكنج باودر. ماشي. لازم نقلب المكونات البودر حلو جدا. ليه بقى؟ عشان في ناس بتقول الكيك بيهبط من جنب وجنب، عشان انتي طبعا ما قلبتيش كويس المكونات البودر مع بعض. الراكن معاكي البيكنج باودر، فلازم تقلبي عشان الكيك تطلع مظبوطه معاكم يا حبايبي. قلبنا البودر مع بعض. هننزل بيها على المواد السائله يا حبايبي، وهنشغل المضرب الكهربائي. عندكيش مضرب كهربائي؟ بالمضرب اليدوي عادي. واحنا بنضرب الكيك يا حبايبي بصي في اتجاه واحد، ما نرجعش. هنفضل ماشيين في اتجاه واحد ونكمل. بعد ما قلبنا الخليط البودر مع الخليط الجاف يا حبايبي، السائل مع البودر، هننزل بقى بالكاكاو في بوله هنا صغيره كده، ومعلقتين 3 ميه. هنقلب الكاكاو كده الاول لغايه ما يختلط معانا. الميه تبقى بارده. اهو قلبنا الكاكاو مع معلقتين 3 ميه اللي هما معلقتين كاكاو باودر. هناخد بقى من الخليط معلقتين كبار،
وهنقلب مع الكاكاو. وجبت صينيه يا حبايبي مقاس 26. الصينيه دي مقاس 26 على الكميه اللي احنا عملناها دي، ودهنتها زبده. طبعا بصي الزبده بتنشف في الاول وبعدين بنعفرها برشه دقيق وبننفضها كده. بصي مفيش دقيق بينزل معايا ازاي، زي ما انت شايفاها كده. وهنزل بنص الخليط، نص الخليط يا حبايبي، وبعدين هنزل بالخليط اللي احنا عملنا بيه الكاكاو عشان هو ده الماربل. بنحط الخليط الكاكاو اللي احنا عملناه في النص. دي اسمها كيك الماربل. حطيت نص الخليط يا حبايبي الكيك الساده، وبعدين حطيت عليه الكيك اللي احنا حطينا عليه الكاكاو، وهننزل بالخليط التاني. صبيت الخليط الباقي يا حبايبي بتاع الكيك الساده وحطيته، وكده طبعا الفرن ولع، واحطها في الفرن. هي هتاخد معانا، ما تفتحيش قبل 30 دقيقه عشان ما تهبطش معاكي. وهي بتاخد معانا من 35 ل 45 دقيقه، وباذن الله نحطها ولما تخرج هوريها لكم. وطبعا الفرن ولع زي ما انا قلت، ويلا بينا على الفرن. وخلصت معانا الكيك يا حبايبي، وخدت معايا ساعه الا ربع سوا. هنقطعها مع بعض. بسم الله. جربي بقى كيك الماربل. بسم الله. بصي بقى اسمها كيك الماربل عشان هي بتبقى ماربل كده. وبصي حبيبتي، بصي عامله معايا يعني المسام بتاعتها مفتحه من ايه بقى، من المعلقتين الصغيرين النشا اللي احنا حاطينهم، وطريه طبعا عشان الزبادي بيساعد برضو على طراوتها. عايزه اوريكي قطعه كمان اهي ماربل، يعني كده يعني جايه شكلين مع بعض. ده الماربل يا حبيبتي. نقدم بقى طبق مع بعض، ويا رب تجربي كيك الماربل بطريقه شيف هاله، ويا رب تعجبكم. بالف هنا وشفا عليكم يا حبايبي يا رب. وقدمت معاكم طبق يا حبايبي الماربل كيك. يا رب تجربي الماربل كيك بطريقه شيف هاله، ويا رب تعجبكم. بالف هنا عليكم يا حبايبي يا رب.